الجميع يسأل هذا السؤال في كل مكان، في الوطن العربي، في العالم الإسلامي، في العالم: متى سيتوقف الإرهاب الإسرائيلي في غزة وفي فلسطين عموما؟ تمام. هل العرب والمسلمون الذين قاربوا على 2 مليار إنسان لا يستطيعوا أن يقدموا نصرة حقيقية لهذا الشعب المظلوم الذي يباد منذ 75 عاما؟ إذا كانت هناك محاذير ومخاطر لا نراها نحن البسطاء ويراها الحكام فلا بأس في ذلك، لكن وأضيف أيضا وأقول: إذا كانت هناك مخاطر أو يعني مثلا أخطار كبيرة قد لا نراها كما قلت في المواجهة العسكرية، أليس هناك من خيارات أخرى غير عسكرية لإجبار القتلة في إسرائيل على التوقف عن قتل الفلسطينيين وتدميرهم؟ هذا سؤال يطرح بكل بساطة. هل هذه الأمة فعلا عاجزة على أن تقدم شيء لنصر أخوانها في فلسطين؟ وإذا كانت هناك مخاطر يخشاها الحكام العرب والمسلمون، هل هناك خطر أكبر مما يحدث الآن؟ أكثر من 20,000 شهيد وأكثر من 100,000 جريح، وجرفوا غزة تجريفا مروعا. أليس هناك من موقف حقيقي يقول لهذا الإسرائيلي الإرهابي المجرم: توقف أيها القاتل؟ هل هناك مثل هذه الصرخة أم أنها أمة قد ماتت؟